هل في استخدام الفوانيس؟ استخدام الفوانيس هذه ما لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة. وإيش علاقة رمضان بالفوانيس؟ يعني يقال أنها بدعة فاطمية، هم الذين روجوها يعني، لكن نحن ما علاقة الفوانيس؟ صار الآن صار كأنه شعار لرمضان، يعني كأنه صار في شعار في العبادة وتنفق فيه الأموال على إيش؟ يعني ما في كهرباء، ليش الفوانيس؟ يعني من زمان فهمنا من زمان ليش في فوانيس، لكن الآن مع وجود الكهرباء لماذا؟ وهل يجوز أن يجعل للعبادة شعار لم يرد في الكتاب ولا في السنة، يجعل لها شعار ليس في الكتاب ولا في السنة؟